كانت سارة طفلة عندها 10 سنين. أبوها وأمها على طول بيتخانقوا، كل يوم صراخ، كل يوم شد وجذب انتصارة. كانت بتقفل على نفسها الباب وتحط إيديها على ودانها علشان ما تسمعش. وفي يوم سمعت الكلمة اللي كانت خايفة منها: إحنا لازم ننفصل، الطلاق هو الحل. اتطلقت الأم من الأب وكل واحد راح في طريقه. مروان أخو سارة الصغير كان عنده 6 سنين، مش فاهم إيه اللي بيحصل، بس كان بيسأل كل يوم: هو بابا فين؟ ليه ما بيجي يلعب معايا؟ سارة كانت بين نارين، يوم عند أمها ويوم عند أبوها. كل مرة تسمع كلام عن الطرف الثاني يجرح قلبها. أمها تقول: أبوك ما بيسألش عنكو، وأبوها يرد: أمك سبب الخراب. الأطفال تحولوا لضحايا حرب مش حربهم. سارة بقت منطوية، درجاتها في المدرسة وقعت، بقت تحس إن ما فيش بيت ثابت يجمعها. مروان بدأ يتلعثم في الكلام من كتر التوتر والخوف. وفي مرة وقفت سارة قدام أمها وأبوها وقالت وهي بتعيط: انتوا اتطلقتوا براحتكم، بس ليه خلتونا إحنا ندفع الثمن؟ ليه أنا ومروان عايشين من غير أمان؟ إحنا محتاجينكم إحنا الاتنين، مش محتاجين خناق. الكلمة دي صحيتهم، فهموا إن الطلاق مش نهاية، لكن طريقتهم هي اللي بتحدد. يا إما يكملوا أذى، يا إما يتعاونوا عشان ولادهم ما يضيعوش. بدأوا يتعاملوا بهدوء، يتفقوا مع بعض عشان الأطفال يعيشوا حياة شبه طبيعية من غير ما يحسوا إنهم وحيدين.